تحكي كل شيء. بنحي عليك اللصقة وبنحي عليك الحبل، تحكي كل شيء. تحكي كل شيء. يوم تاريخ 12/12 قاعد في الكوجينة نوتي في عشاي، منسجم قصفة طماطم نوتي في الدحيات، الباب يشري. تلفت للساعة زي تو لقيتها 12:30 في الليل. قلت من هو في الوقت هو بيجينا قصدي ما فيش، ما عمره ما جاي حد خبط الساعة 12:30. وقفت زي تو، مشيت للباب، فتحت الباب يمين يسار ما لقيتش حد. فجأة طبست راسي لوطة نشبع في صندوق مكتوب عليه دونت اوبن، ما تفتحش الصندوق هو. أنا قلت بايك صندوق واصل للعيلة، خلي ندخل الداخل. اخترت الصندوق، سكرت الباب وحطيت الصندوق ومشيت كملت العشاء متاعي. كملت العشاء، تعشيت، كيف بنخش بنرقد قلت الصندوق هو شن قصته، خلي نفتح بالك حاجة مهمة واصلة للعالم. نفتح في الصندوق لقيته زي مغلفينه بمادة من داخل، مادة غريبة. زدت فتحت زي تو، أول ما فتحت لقيت ورق ولقيت USB. حولت الورق والUSB على جهة وقعدت ندور. الصندوق زي اللي مقسم هيك نظام مقسمينه من داخل، في واحدة من التقسيمات نشبع في زي مربعات بلاستيك وفصلهم صوابع ودم وفيه موز. أنا عرفت بتاع هذا الشيء، هذا واضح مش ليه الصندوق وكذا فيه حاجة غلط. خفت ومعرفتش كيف نتصرف، نلوح الصندوق نسأل العوالة. قلت لا كده هذا مش لينا. قمت الصندوق خليت USB والورق وطلعت بالصندوق نجري. نزلت من العمارة بسرعة، لقيت قدام العمارة في عنا مكان متاع نلوحوا فيه في الكناسة. طول لوحت الكناسة، شبحت يمين يسار متاع ما شافنيش حد، وليت الحوش نشري. خشيت بسرعة للحوش، خديت USB والورق وخشيت بيهم للدار. قعدت نشبح في الورق، لقيتها مكتوب لغة عبرية، لغة غريبة هيك زي لغة الأهرامات. بعدين قعدت نشبح USB مكتوب عليه ما تفتحاش don't open. نفتحها ما نفتحاش. جتني حاجة من داخل قلت لي مويد فوت USB هوا. حطيت USB والورق والتكات رقد. طبعا بجاني النوم وانا مفكر في شنو هم الاعضاء هذه وشنو الصندوق هوا اللي وصلنا. كان قصدي اموري تمام، فجأة يطلع لي صندوق تقربيع في هالليل. مفكر لين خداني النوم. فاز ان الرقدة حلمت بالUSB هوا، لكن امتى نضت ما نذكرش في الحلمة بالضبط شن هي. نذكر انها بس ان الUSB هو فصل حاجة مهمة للارض. فاول ما نضت طول النوضة جت طول على عيني على USB متاع مويد ضروري ما تفتح USB هوا. نضت فتحت الPC، حطيت الفلاش. اول ما رشقت الفلاش طول نفتح لي فيديو على سطح المكتب. اول ما نفتح الفيديو طول واحد مقعمز رابطينه كلها دم، وواحد يقصله في صوابعه ويديه. من كثرة بشاعة الموقف هو ما قدرتش انا نتفرج متاع هذا الشيء شم فيه، كأنه فيلم مش بالحق. انا قاعد ما نبيش نشبح، صار زي الجليتش في الPC، صار جليتش وبتطلع زي الكتيبة متاع الواحد كتيبة الكمبيوتر ونطفى الPC. انا اول ما طفيت الPC قلت لك متاع شم فيه، وقعدت نطمن في روحي متاع لا كده في بالك هذا تمثيل، لا الصندوق هذا كده جو مش ليا وانا ما ملياش علاقة بشيء. قصدي مشين صندوق واحد نبي نطلع من اللي انا فيه متاع خلاص اطلعوني ما عادش نبي نعرف شيء. خشيت الحمام، درت دوش خفيف وقلت خلي نطلع نتمشى. طلعت قعدت نتمشى، بدأت نفكر شوية في الموضوع ونحاول نبي ننسى المعمعة هذه كلها اللي صارت. درت مشاية كويسة، ختمت، خدت حاجة ناكلها وروحت للحوش. خشيت الحوش، تعشيت، قعدت اتفرج شوية على التلفزيون وشبه بديت ننسى في الحاجات اللي صارت معي. جت الساعة 11 قلت لك خشيت للسرير ورقدت. في عز النوم جو الساعة 3 ل 4 في الليل نسمع في صوت الPC والع. فررت الPC، نضت مخلوع نشبح في الكاميرا متاعي والع متاع الPC، وفي 3 فيس كامات ناس مخلوعة زيني واضح كيف نايدين من النوم. قربت شوية هيك ندقق متاع شن صاير ونقول لهم هيك هلو، ما يسمعش فيه حد وما فيش حد نسمع فيه، يعني كلنا ما نسمعوش في بعض.
في واحدة من الفيس كامات بدت هيك تتقلتش، وبدأت تشبح في واحد وراها بنت مقعمزة، وفي شخص وراها شاد حاجة زي اللي بيقتلها بيخطفها الله يعلم. هو يقرب منها وانا نعيط ونقولها وراك وراك، والناس التانيين اللي معي حتى هم يعيطوا معي، وهي كأنها مش موجودة، تحسها هيك متخدرة ما تفهماش، هيك مش طبيعية البنت، واضح حتى ملامح وجهها واحد مش طبيعي الموضوع. احنا نعيطوا والشخص هذا يقرب كيف بيضربها بالمرتكة ولا بالموس ولا اللي هو الكاميرات فصلوا. اول ما الكاميرات فصلوا انا نقزت التالي زي توا من الخلعة، ودرت واحدة بتاع هل هذا اللي نشوف فيه بجديات ولا قصدي انا نحلم ولا نتخايل، ما عادش فهمت. مشيت الحمام قعدت نغسل في وجهي، أرق الأرض، شربت قهاوي للأرض اليوم هذاك ما رقدتش. دور هيك مقعمز شاد التليفون، قلت خلي نكتب ترى الحاجات هذه اللي صايرة معاي نكتبها هيك بالضبط، بالكش في حد مهدرس على الموضوع هذا، بالكش في ناس صايرة معها الحاجات هذه. خشيت الجوجل وكتبت الحاجات بالضبط اللي صايرة معاي، قعدت ندور زي توا، لقيت هالبناس يدوا على حاجات نفس اللي صايرة معي شبيهة، جو الكمبيوتر يولع ينفتحوا لهم فيديوهات حاجات توصل لهم حاجات للحوش. لكن الصدمة وين؟ ان الناس كلها اللي صايرة معها الحاجات هي ذكرت ان صارت لهم الحاجات هي بعد ما خشوا على الدارك ويب اللي هو الانترنت المظلم. انا صار لي ايرور هنا، قصدي انترنت مظلم انا ما عمري ما استعملته ولا نعرف اصلا شنو هو. المهم قعدت ندور على الدارك ويب نشوف شنو هو الدارك ويب، هو شن فيه شن ما فيش، لين جاء الصبح وتذكرت ان عندي محاضرة. طول خشيت دوشت لبست حوايجي وانطلقت للجامعة. في الطريق قلت ضروري انا ما نحكي لحد الحاجة هذه لان ما باقش في حد عنده تفسير للموضوع هذا. وصلت للجامعة خشيت المحاضرة متاعي، طبعا الدكتور يشرح وانا كأني مش موجود ما نسمعش فيه، عبارة عن دكتور مضبب هيك ونفكر في اللي صار معي. وانا طالع من المحاضرة ماشي الكافتيريا نشبح في صاحبي إيهاب مقعمز. طبعا إيهاب هو قصدي الحوش في الحوش وعايشين مع بعض وزي اخوي يعني. طول قعمزت شو الامور إيهاب شن حالك شن امورك، وحكيت له اللي صار. انا كملت نشبح فيه يضحك قال لي مويد انت هبلت ولا شيء، قصدي هذا عكستك في الحوش، انا نقولك تعال اطلع معنا الاولاد وواحد وانت شاهدها لي مسلسلات وواحد، المهم بدا يتسهوك عليه بتاع انا راو ند انا شنو قلت له صح ولا لا عندك الحق تو نطلع معكم. المهم حاولت ان انا نسكر الموضوع ودرت هيك بجو بصارة باش ما ياخدش علي انا هبلت ولا حاجة. سكرت الموضوع كملت باقي محاضراتي وروحت للحوش. وانا قاعد نتمشى في الطريق وصلتني رسالة، خليت التليفون زي دو فتحت لقيتهم كاتبين لي وصل الصندوق للعنوان هو. اول ما قريت طول درت تلفيته يمين يسار، حسيت ان انا كأن حد قاعد يراقب فيه. كيف بنوصل لهم الصندوق ده؟ انا الصندوق اصلا ملوح اصلا، يادو شنو يبوا مني؟ خلينا نتصل بهم نشوف قصدي مني هم. نتصل بالرقم اعطاني غير مستعمل، قصدي الرقم يبعث لك رسالة وبعدين تتصل به غير مستعمل. المهم خشيت العمارة، رصيت على بطمة الاسانسير، الدنيا متضببة مش قادر نشوف شيء. ركبت رصيت الدور الرابع، فتح الاسانسير، خشيت درت المفتاح تشك وخشيت للشقة. اول ما خشيت للشقة لوحت مفاتيح الحوش، تكيت على الصالون زي توا دور كل خلينا نفتح حاجة تفوت لي وقت. فتحت النتفليكس ولا اول مسلسل وانا مش مع المسلسل بوك مفكر هيك عرفت اللقطة متاع تفكر في لا شيء هيك صار لي. وانا سارح نسمع في الصوت فجأة يوقف الصوت. اول ما يوقف الصوت شبحت زي تو نشبح في فيديو نفتح. اول ما نفتح الفيديو واحد هيك كله دم مسلوخ، جنبه واحد شات زي الشاتة ولا موس ولا اللي مش عارف شنو هو، وفي شات ناس تكتب تقول له توا اقتل له توا مش عارف شنو، يقص له صوابعه، افتح له بطنه، كأنه بث مباشر مسجلينه. المهم انا قاعد هيك مصدوم نتفرج، ملامح الشخص من كثرة الدم مش واضحات. المهم قعدت نركز متاع انا مش عارف وين شايف الشخص هو،
خديت النظارات زي توا لبستهم، أمتى نزيد ندقق زي توا نشبح في إيهاب صاحبي، إيهاب اللي كنت معاه الصبح، اللي يقول لي أنت شن قاعد تقول، هو مقعمز في الكرسي ويضرب فيه ولا مش عارف شنو قاعد يدير له. أنا خلاص أنا هنا ما عادش ما فهمتش من قاعد يصير. أنا هل نحلم، هل أنا نتخايل فيها الحاجات هي دور الشخص اللي قاعد يجرح في إيهاب ويضرب فيه واللي يدير له في هلبة حاجات، دار هيك كأنه يأشر علي. أنا دار هيك زي تو أشر علي تسكر الفيديو. أنا نط طول نشري، خذيت تليفون ومنتصل ما فيش تغطية، طلعت البلكونة. أول ما طلعت بالبلكونة نشبح في شخص لابس أسود قدام العمارة يشبح لي. قعدت نشبح له زي توا نبي نركز إن هل هذا رسمي يشبح لي ولا غير شخص واقف هيك وخلاص. قلت له واحدة هيك. أنا أول ما قلت له هيك قال لي زي تو أشر علي نفس الحركة بالضبط اللي اندارت في الفيديو. يا ولادي البنات أول ما يأشر علي يروك ينطفى الضي، يرجع الضي بدأ الباب يخبط بالقوة. من الخوف أنا جمدتك. تعالى لا مش حنفتح الباب، لا مش حنفتح الباب. زي امتى تسمع حد نقز لكم الحوش تغطي بالبطانية نفس هيك. أنا مش حنفتح الباب، أنا مش موجود هنا. اهدي الوضع، الشخص اللي كان قدام البلكون اختفى. اتصلت برقم إيهاب يعطي خارج الخدمة، قلت خلينا نمشي نفتح الباب. تشك فتحت الباب لقيت ثلاجة قدام باب الحوش لونها زرقاء. دخلتها للحوش. أول ما ندف المغطى متاع الثلاجة نشبح في تليفون فصل شكارة بلاستيك وتحتها تلج معبي مش باين شيء. خديت التليفون قاعد بالنايلو متاعه. أول ما رصيت البطمة اللي تفتح في الشاشة نشبح في صورة إيهاب. حطيت التليفون وقعدت ندور في التلج، قعدت ندف التلج. يا ولادي يا بنات امتى نشبح أعضاء بشرية. بديت نركب في كل شيء. يعني يوصلني فيديو إيهاب وتليفون إيهاب، وأنا قاعد دماغي يفسر تليفون إيهاب بشرين. أول ما نريت يقول لي وصل الحاجات هي للعنوان اللي بنبعته لك في رسالة. أنا قلت له علاش أنا خش